السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اتكلمنا في الفيديو اللي فات عن أفضل 10 ممثلين في جيل الأبيض وأسود. عاوزين بقى نتكلم في الفيديو ده عن أفضل 10 ممثلات في نفس الجيل، وهيكون التقييم برضو على حسب طريقة التمثيل وقيمة الأفلام اللي قدمتها كل ممثلة وتأثيرها في السينما. وعشان ما أطولش عليكم يلا بينا. في المركز العاشر لبنى عبد العزيز. لبنى عبد العزيز درست في الجامعة الأمريكية واشتركت في فريق التمثيل بتاع الجامعة، ولما اتخرجت اشتغلت محررة في جريدة الأهرام، ولما راحت تعمل تحقيق صحفي في استوديو الأهرام قابلت هناك المنتج رمسيس نجيب وعرض عليها تشتغل في السينما، بس هي رفضت. فرمسيس نجيب راح لها البيت وأقنعها. طبعا عاوز أقول لك إن رمسيس نجيب اتجوزها بعد كده، رغم إن فرق السن كان 14 سنة بينهم. وكانت أول فيلم تظهر فيه هو فيلم الوسادة الخالية مع عبد الحليم حافظ، والفيلم ده حقق نجاح جماهيري كبير جدا وبقى من قصص الحب المشهورة في السينما. وبعدها عملت أفلام من بطولتها زي فيلم أنا حرة مع شكري سرحان، وفيلم هذا هو الحب مع يحيى شاهين، وغرام الأسياد مع عمر الشريف وأحمد مظهر، ورسالة من امرأة مجهولة مع فريد الأطرش، وعملت مع رشدي أباظة من حواء وعروس النيل. في المركز التاسع تحية كاريوكا. تحية كاريوكا اتعرفت عن طريق الرقص الشرقي في فرقة بديع مصطفى لحد ما قابلت الفنان سليمان نجيب اللي ساعدها انها تدخل مجال التمثيل. وبداية شهرتها الحقيقية في السينما لما قدمت مع نجيب الريحاني فيلم لعبة الست. وفي نص الخمسينات سابت الرقص وركزت في التمثيل، وقدمت بقى افلام زي شباب امرأة وأم العروسة والفتوة وخلي بالك من زوزو. تحية كان لها دور سياسي مهم واتقبض عليها أكتر من مرة، منهم مثلا عشان ساعدت محمد أنور السادات في هروبه من الإنجليز، ومرة تانية عشان كانت متجوزة واحد من الضباط الأحرار لأنها كانت بتساعده في توزيع المنشورات. هي عموما اتجوزت كتير جدا، اتجوزت 17 مرة، وده رقم قياسي في الوسط الفني. ومن أشهر الناس اللي اتجوزتهم رشدي أباظة ومحرم فؤاد وفاطين عبد الوهاب. في المركز الثامن صباح فنانة لبنانية، واللي جابها لمصر هي واحدة بلدياتها المنتجة اللبنانية آسيا داغر، ومضت معاها 3 أفلام عشان تغني فيها. واللي كان بيلحن لصباح هو رياض السنباطي. في بدايتها في الأربعينات مثلت مع أنور وجدي ومحمد فوزي ومات حمدي وحسين صدقي، بس بعد كده عملت تنوع في أدوارها وشاركت في أفلام مهمة جدا زي الرجل الثاني وشارع الحب والأيدي الناعمة والحب كده. تعتبر صباح من أهم رموز الفن العربي. في معلومة بقى متداولة أنا مش متأكد من صحتها بصراحة، بس في مواقع أخبارية كتير قالتها إن صباح دخلت موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأكبر إرث فني في التاريخ. عملت إيه بقى؟ 87 فيلم و27 مسرحية و3500 أغنية. أنت متخيل الرقم؟ 3500 أغنية. وزي ما كان معروف إن تحية كاريوكا بتتجوز كتير، ده كان معروف برضه عن صباح. تحية 17 مرة، بس صباح غلبانة يعني 9 مرات. أشهرهم رشدي أباظة ويوسف شعبان. في المركز السابع نادية لطفي. اسمها الحقيقي بولا محمد، وما تستغربش من الاسم، هي مسلمة على فكرة، واتسمت كده تيمنا باسم الممرضة المسيحية اللي كانت بتساعد أمها وهي بتولدها، لأن الولادة كانت متعسرة، فعشان كده تقديرا للممرضة دي أبوها سماها بولا. نادية لطفي اللي اكتشفها هو المنتج رمسيس نجيب، واختاروا اسم نادية عشان فيلم لا أنام، لأن في الفيلم ده حست إن الشخصية في الفيلم قريبة منها. نادية لطفي بدأت على طول بأدوار البطولة، وأول فيلم ظهرت فيه كانت قدام فريد شوقي ورشدي أباظة في فيلم سلطان، ودي كانت فرصة إنها تعمل أفلام مهمة بعد كده زي السبع بنات والنضارة السوداء، الخطايا، أبي فوق الشجرة، الناصر صلاح الدين، والمومياء، وغيرها من الأفلام. في المركز السادس ليلى مراد. ليلى مراد من عيلة يهودية، دخلت المجال الفني عن طريق إنها قدمت للإذاعة المصرية كمطربة ونجحت، وبعدها ظهرت في أول فيلم مع محمد عبد الوهاب في فيلم يحيى الحب. لكن في الحقيقة أداها التمثيلي كان ضعيف، بس رغم كده
لفتت انتباه عميد المسرح العربي يوسف وهبي، وحس إن ممكن يجي منها، وعمل معاها فيلم تاني، وبدأت تتحسن مع الوقت وحققت نجومية كبيرة، لدرجة إنها بدأت تعمل أفلام يكون اسمها في عنوان الفيلم، زي فيلم ليلى بنت الريف، وليلى بنت الفقراء، وليلى بنت الأغنياء، وليلى في الظلام. بس أفضل أفلامها على الإطلاق هو فيلم غزل البنات، اللي يعتبر من أفضل 10 أفلام في تاريخ السينما المصرية، وكمان غنت 1200 أغنية، ولحن لها كبار الملحنين في مصر زي محمد فوزي ومحمد عبد الوهاب ورياض السنباطي، ده غير أخوها منير مراد. ليلى مراد زي ما قلنا من عيلة يهودية، بس هشرت إسلامها وهي بتتجوز أنور وجدي. ده كان سنة 1946 في مشيخة الأزهر قدام الشيخ محمود أبو العينين بنفسه. أعلنت اعتزالها بعد ما اتجوزت فطين عبد الوهاب وخلفت ابنها زكي، فقارنت صورتها قبل الولادة وبعد الولادة، فلقت إن شكلها اتغير، فقررت الاعتزال السينمائي عشان ما تظهرش على الشاشة تاني، واكتفت بس إنها تغني في الإذاعة. في المركز الخامس مريم فخر الدين، أبوها مصري وأمها مجرية. بعد ما خدت شهادة البكالوريا من المدرسة الألمانية، فازت عن طريق مجلة فرنسية بجائزة أجمل وجه، وده ساعدها إنها تعمل دور البطولة في أول فيلم ليها، وده كان في فيلم ليلة غرام للمخرج أحمد بدرخان. ملامحها خلتها في فترة الخمسينات والستينات تتشهر بدور الفتاة الجميلة الرقيقة، زي فيلم رد قلبي وحكاية حب والأيدي الناعمة والقصر الملعون. وبعد كده في السبعينات بدأت تقبل إنها تعمل دور الأم، وكانت البداية في فيلم بئر الحرمان لما عملت أم سعاد حسني في الفيلم. في المركز الرابع هند رستم، أول مرة كانت تظهر فيها على الشاشة ظهرت كومبارس في فيلم غزل البنات في أغنية اتمختري وتميلي يا خيل. كانت راكبة حصان ورا ليلى مراد، وفضلت تعمل أدوار صغيرة لحد ما قابلت المخرج حسن رضا اللي هو اتجوزها بعد كده، وبدأت رحلة نجومية هند رستم، وعملت بقى أفلام زي رد قلبي ولا أنام وابن حميدو وباب الحديد وصراع في النيل، ده غير أفلامها بقى مع المخرج حسن الإمام زي فيلم هو والنساء والجسد. وكل الأفلام دي تقريبا كانت بتعمل فيها أدوار إغراء، عشان كده اتلقبت بملكة الإغراء. فهي شافت إنها تقدر تعمل أدوار تانية وما ينفعش الناس تحصرها بس في الأدوار دي، فبدأت تتمرد على أدوار الإغراء، وقررت إنها مش هتعمل الأدوار دي تاني. فعملت أفلام زي هفاء القبطية وامرأة على الهامش والراهبة، لحد ما عملت آخر فيلم ليها وهو فيلم حياة عذاب سنة 1979. في المركز الثالث سعاد حسني، من أشهر الفنانات في مصر والوطن العربي، فنانة متعددة المواهب وتلقبت بالسندريلا. اكتشفها الشاعر عبد الرحمن الخميسي وخلاها تمثل في مسرحية هاملت، وبعد كده ضمها المخرج هنا لبركات لدور البطولة في فيلم حسن ونعيم سنة 1959. واتعرفت بعد كده إنها بتعمل أفلام خفيفة مع أحمد رمزي وحسن يوسف، بس برضه كانت بتتمرد على الأدوار دي، وأظهرت قدرتها الفنية في أفلام زي القاهرة 30 والزوجة الثانية وغروب وشروق وزوجتي والكلب وخلي بالك من زوزو، الكرنك، وأهل القمة. ميزة سعاد حسني إنها اشتغلت مع أكتر من جيل بنفس القوة، يعني اشتغلت مع الجيل القديم زي رشدي أباظة وأحمد مظهر وعمر الشريف وصلاح ذو الفقار وشكري سرحان، واشتغلت برضه مع جيل الثمانينات عادل إمام وأحمد زكي وحسين فهمي، لحد ما وصلت لآخر أفلامها فيلم الراعي والنساء مع أحمد زكي، وماتت سنة 2001 بسبب سقوطها من شقتها في لندن. واختلفت الآراء، هل هي اتقتلت ولا انتحرت؟ يا ريت تقولوا لنا رأيكم في الموضوع ده. في المركز الثاني شادية، تعتبر من أهم الفنانات في تاريخ السينما المصرية. بدأت حياتها الفنية لما قدمت في مسابقة لاختيار وجوه جديدة في السينما، واللي كان مشرف على المسابقة هو المخرج حلمي رفلة، ونجحت واختاروا لها اسم فني وهو اسم شادية لأن اسمها الحقيقي فاطمة. في بداية أدوارها كانت بتعمل دور البنت الدلوعة خفيفة الظل، عشان كده اتلقبت بدلوعة السينما. بس بعد كده غيرت من جلدها وبدأت بالتدريج تعمل أدوار مختلفة زي بقاعة الخبز وليلة من عمري ونحن لا نزرع الشوك والمرأة المجهولة. وفي الستينات كونت ثنائي ناجح مع جوزها الفنان صلاح ذو الفقار من خلال مجموعة من الأفلام، منها عيون سهرانة
وأغلى من حياتي وكرامة زوجتي ومراتي مدير عام وعفريت مراتي. وقدمت في نفس الفترة 4 أفلام للكاتب العالمي نجيب محفوظ، وهي اللص والكلاب، ميرامار، الطريق، وزقاق المداء. ده غير أشهر أفلامها فيلم شيء من الخوف وجواز عتريس من فؤاد باطل. وفي السبعينات أفلامها قلت شوية لحد ما نوصل لآخر أفلامها، هو فيلم لا تسألني من أنا. في منتصف الثمانينات اعتزلت الفن. في المركز الأول فاتن حمامة، واحدة من أيقونات السينما المصرية. بدأت حكايتها مع السينما لما أبوها قرأ إعلان إن هما بيدوروا على بنت تعمل دور طفلة قدام محمد عبد الوهاب، وفعلا أبوها قدم لها وراحت تعمل اختبار وعجبتهم جدا، وقرروا في الفيلم إن هما كمان يكبروا مساحة الدور بتاعها. وبعد كده جالها عروض بس أبوها رفض عشان تقدر تركز في دراستها، لحد ما عدى 8 سنين وظهرت تاني في فيلم رصاصة في القلب، وبرضه كان مع محمد عبد الوهاب. وبعدها دخلت معهد تمثيل واتجوزت من المخرج عز الدين ذو الفقار، وعملت شوية أفلام من إخراجه لحد ما انفصلت عنه واتجوزت بعدها عمر الشريف، بعد ما عملوا مع بعض فيلم صراع في الوادي. بعدها قدمت لنا أفلام بقى زي دعاء الكروان والحرام وإمبراطورية ميم وأريد حلا وأفواه وأرانب. ده غير أفلامها طبعا مع جوزها عمر الشريف اللي كونوا ثنائية جميلة جدا مع بعض في أفلام زي صراع في المينا ونهر الحب وسيدة القصر. وفي سنة 1996 النقاد اختارتها في مهرجان القاهرة السينمائي أفضل ممثلة في تاريخ مصر. بس يا سيدي، وبكده نكون وصلنا لنهاية الحلقة. وانتوا كمان قولوا لنا رأيكم في التعليقات، هل الفنانات دي تستحق تكون أفضل 10 ممثلات في السينما الأبيض وأسود، ولا في ناس تانية كانت تستاهل تكون موجودة مكانها؟ شكرا، ونشوفكم في حلقة جديدة.